يدوب نبتدي نفوق، هندخل في الطعون وبعدها انتخابات الإعادة، ثم تبدأ نفس الدوامة في انتخابات المرحلة الثانية، برضو انتخابات وطعون وكمان إعادة وبعدها الطعون المعتادة، ونرجع بعدين للدوامة في المرحلة الثالثة. لما تطلع بقى النتائج ونعرف ايه شكل البرلمان اللي هيمثل الشعب، مؤكد هيكون الشعب قطع نفسه والأحزاب هلهلت بعضها. مفيش بقى داعي أقول لحضراتكم إن القصة دي كلها بحذافيرها هتتكرر تاني في انتخابات الشورى. يعني الموال ده مستمر 4 أشهر لغاية آخر مارس. فرحانين احنا النهاردة، ويمكن معانا حق، فرحانين بعرس الديمقراطية، لكن ما حدش شاف قبل كده فرح بيقعد 4 أشهر. حتى شهر العسل هو شهر، كان شهر، من زمان ما سمعناش بحد قضاه شهر على بعضه. الأسبوع اللي فات ده كل استوديو في كل قناة تلفزيون في مصر اتحول إلى صوان انتخابي، إلى غرفة عمليات، والناس قاعدة في البيوت متسمرة قدام الشاشات تتابع المكاسب والمصايب، الطرائف والعجائب. المنقبة اللي طلعت واحدة إسبانية متخفية، والتانية اللي اكتشفوا إنها راجل، النخب اللي خد الرشوة وصور للمرشح نفسه بالموبايل وهو بيعلم له على اسمه بالقلم الرصاص وبعدين مسح العلامة وعلم على واحد تاني. الاتنين المرشحين اللي طالعين من بيت واحد، جورج إسحاق وابنه، كل واحد منهم في قايمة. الصوت اللي سعره 20 جنيه في عين شمس و900 جنيه في البحر الأحمر. الراجل اللي أقنعوه في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية إنه يروح يصوت وإلا الإنجليز هيرجعوا يحتلوا مصر. حكايات كلها طريفة مثيرة مسلية تقعد الناس بالساعات قدام التلفزيون، غير المؤامرات وغير الإثارة. في قصة زي قصة القضاء ال6 اللي احتجزوهم في مدرسة حلمية الزيتون الثانوية بنات، يعني في دايرة حلمية الزيتون، يعني في دايرة زكريا عزمي اللي لسه طبعا بيدير الدايرة من طرة. وليه لا، ما هم سابوه شهرين في القصر الجمهوري بعد ما مشي مبارك. هتشوفوا حضراتكم الاسبوع اللي جاي مش اللي بعده، هتشوفوا قد ايه بقت مملة الحكايات دي، وقد ايه الناس انصرفت عن التلفزيون، وقد ايه رجعوا يشوفوا اشغالهم، وقد ايه البرامج المسائية دي هيتم اختصارها، خصوصا انه مراحل الانتخابات اللي جاية هتكون بره القاهرة اللي طول عمرها كانت عنصر الاهتمام الاول والجذب الاول للتلفزيون. النهاردة الدكتور حسن نفع رجع يهاتي تاني ينفخ في القربة المقطوعة، يترجى ان احنا نختصر الملل ونقصر في مدة الانتخابات باننا نلغي انتخابات مجلس الشورى. رابع المستحيلات طبعا. اللي حاصل ده هو اللي مطلوب بالظبط، اللي فرضه اللي عايزه المجلس العسكري بالظبط، ان البلد تفضل معكوكة في الانتخابات 4 أشهر، ويا ريت كمان اكتر من 4 أشهر، يتلهوا الناس عنه شوية وعن تسليم السلطة وعن الحكومة الجديدة. واحنا اتشغلنا فعلا امبارح، واحنا في عز انشغالنا كانت هتحصل موقعة جمل تانية، ويدخل البلطجية ولا البياعين المتجولين ولا سموهم زي ما تسموهم، كانوا هيدخلوا يكتسحوا اللي في ميدان التحرير، أصابوا منهم 78 واحد. بقايا الشباب اللي فتحوا لنا الطريق نقف طوابير في لجان الانتخاب ندي أصواتنا وتبقى الأصواتنا دي قيمة. أنقذ ميدان التحرير المرة دي. لكن اللي حصل امبارح ده لازم ينبهنا انه الوقت جه نلاقي مخرج لميدان التحرير. تفضل رسالة الميدان ازاي من غير ما يبقوا اللي فيه اللي عددهم كل يوم في النازل، من غير ما يبقوا عرضة للخطر. ايه المطالب اللي عليها اجماع، المختصرة العادلة العاجلة اللي لازم نصر عليها، اللي ممكن تحقيقها في الوقت ده بالذات، اللي بظن انه افضل وقت لشد الحبل والاطراف كلها منهكة او شبه منهكة، يمكن كلها عايزة توصل في الوقت ده الى حل. انما منهكين مش منهكين، مشغولين
مش مشغولين. لا يمكن فيه شيء هيشغلنا عن شهدائنا الأربعين اللي راحوا الأسبوع اللي فات. مش ممكن دمهم يروح هدر زي ما راح دم شهداء أيام الثورة ال800 اللي يوم بعد التاني بيفرج عن اللي قتلوهم أو بتتأجل محاكماتهم أو بتضيع الأدلة على قتلهم. ولا يمكن فيه شيء هيشغلنا عن تقديم وزير الداخلية للنيابة بصفته المسؤول الأول نظريا بقى ولا عمليا، المسؤول الأول عن مجزرة محمد محمود. ولا يمكن فيه شيء هيشغلنا عن قناص العيون الملازم أول محمد صبحي الشناوي. أنا فضلت الكام يوم اللي فاتوا دول في عز انشغالنا في الانتخابات أفكر نفسي وأفكر حضراتكم بقناص العيون، وقلت إن اسمه وصورته معروفين للناس كلهم، منشورين في الجرايد في كل المواقع تقريبا في الإنترنت. وقلت امبارح إن سكنه معروف في منشية البكري، لكن لا رضيت أقول الاسم ولا العنوان اللي عندنا خوفا من إن الناس تروح تنتقب بإيديها. برضو لسه بالرغم من ان القانون بيتلعب عليه قدام عينينا كل يوم، لسه عايزين اللي يطبق هو القانون. انما وزارة الداخلية مش مديانا فرصة للتعقل. وزير الداخلية طلع من كام يوم يقول ان الملازم اول الشناوي كان على اتصال بقياداته، وان قياداته نصحوه بانه يسلم نفسه للسلطات المختصة، لكن لقيناه هرب ومفيش حد عارف مكانه. وزير داخلية ايه ووزارة داخلية ايه دول اللي كانوا على اتصال، اللي نصحوا، اللي قاعدين على تلها لغاية اما هرب، لغاية اما تتخرب؟ ما تنفذش ليه امر الضبط والاحضار اللي طالع من النيابة؟ ما تمسكش ليه من الاول؟ ما تسلمش ليه من الاول للعدالة وشغلة وزارة الداخلية انها هي اللي تنفذ اوامر الضبط والاحضار، انها هي اللي تسلم الناس للعدالة؟ ولا لو كانوا عايزين يطبطبوا عليه ما خدوهوش ليه عندهم، ولا في مكان معروف ليهم حجزوه حماية ليه وليهم؟ ولا هم عارفين هو فين وبيغطوا عليه وبيغطوا على الجريمة؟ فين الملازم أول محمد صبحي الشناوي يا وزير الداخلية؟ وفين الراجل اللي كان واقف وراه العسكري بتاعه أظن، اللي كان بيقول له جدع يا باشا؟ الناس قلبها محروق من البني آدم ده زي ما قلبها محروق من الشناوي. محروق انه قال جدع يا باشا جبت عين، ما كانش قصده والدته، ده بالعكس راجل في منتهى الوطنية في منتهى الوعي، كان كل قصده يقول جدع يا باشا جبت عين أمة بفتح الميم مش بضمها. وفعلا الشناوي جاب عينين أمة يوم ما فقد أكتر من 20 من زهرة شباب مصر عيونهم. الشناوي جاب عينين أمة يوم ما راح للدكتور أحمد حرارة عين في 20 نوفمبر بعد ما كانت راحت له العين التانية في 28 يناير. الشناوي جاب عينين أمة يوم ما هربنا الشناوي من العدالة. الشناوي جاب عينين أمة ما فقدتش البصر، فقدت البصيرة. فيعني مرت انتخابات امبارح في أمن وفي أمان. إنما لما انتوا يا أسيادنا يا اللي مسؤولين عن الأمن، شرطة مدنية ولا شرطة عسكرية، لما انتوا قدرتوا امبارح تقوموا بما لم يأتي به الأوائل، لما عملتوا لنا كل أفلام العسكر والحرامية، لما لا شفنا لا بلطجية ولا شفنا خرطوش ولا شفنا أزاز مولوتوف ولا شفنا مطاوي ولا سنج، ما أمنتوش ليه عيون الشباب من الشناوي وأمثال الشناوي؟ ما حميتوش ليه عيون مصر زي ما حميتوا صناديق انتخابات مصر؟ ما أمنتوش ليه مصر، بيوت مصر وعربيات مصر وشوارع مصر؟ ولما انت يا حكومة يا مستقيلة كده بغاية الكفاءة مستوردة 749 برميل أنابل غاز 7 طن ونص، وصلت امبارح مينا السويس قبل حتى ما يخلص المخزون اللي سممتونا بيه. لما انتوا كده شايفين شغلكم بتستوردوا أنابل الغاز في الميعاد، ما استوردتوش ليه بالمرة كمان أنابيب الغاز في الميعاد؟